بعد معاناة كبيرة جدا وبعد مشقة صعبة جدا وطريق طويل جدا قدرنا نجيب أحدث جهاز في العالم لشد تجاعيد الوجه تماما بدون جراحة وبمخدر موضعي وفي خلال ساعتين. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ يعني لو عندك وشك كله تجاعيد، لو عندك 90 سنة وجيتي عندنا في السنتر هنعمل لك جلسة في خلال ساعتين من غير ولا غرزة بالجهاز بتاعنا، هترجعي عندك 20 30 سنة بدون أي جراحة. جهاز طفرة، جهاز ال LDE. جهاز ال LDE ده يعني طفرة مش موجود منه في الشرق الأوسط، احنا أول سنتر في الشرق الأوسط يجيب الجهاز ده. خلاص بقى يا جماعة، لا في عمليات شد وجه ولا شد وجه سطحي بقى ولا وجه شد وجه عميق ولا شد وجه بنج موضعي ولا جراحة ولا الكلام ده، خلاص انتهى، مبقاش موجود. انتوا تجولنا السنتر هنا هتدخلوا من باب العيادة عندك 90 سنة هتطلعي عندك 20 سنة من الآخر في خلال ساعتين ومن غير جوز. انتوا صدقتوا؟ أنا بهجس يا جماعة. أنا بقول لكم الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، بيتقال على التيك توك من بعض الناس. الكلام ده يا جماعه مش منطقي. الناس بتتهمني دايما ان انا حد بعقد الامور. لا يا جماعه، انا مش بعقد الامور، بالعكس انا حد يعني متفائل جدا وبحب التفاؤل يبقى مالي المكان، وبحب الناس اللي قدامي اديهم رسائل تفاؤل دايما وامل. ولكن انا شخص واقعي، شخص ما اعرفش اقول معلومه مش دوكيومنتد، ما اعرفش اقول حاجه هي مش مدعومه بابحاث علميه. ما بعرفش اقول الكلام ده، ما بعرفش اقول وما بشوفش الكلام ده حاجه بتعمل تفاؤل. انا بشوف الحاجات دي بتعمل كوارث، يعني بتخلي البيشنت او الحاله نفسها تبقى مبسوطه ساعه ما تسمع الكلام، بس لما تيجي تشوف النتيجه تحبط ويجي لها نوع من انواع الغضب ونوع من انواع الاشمئزاز من الشخص اللي كانت قاعده قدامه. فانا مش الشخص ده. وعايز اقول لكم يا جماعه ما تتغيروش بكلام السوشيال ميديا. انا بقول الكلام ده وبعيد، ما تتغيروش بيه ولا بكلامي انا. يعني انا بقول لكم على السوشيال ميديا بصفه عامه. يعني ما تاخدش معلومتك من السوشيال ميديا، ما تاخدش معلومه طبيه من السوشيال ميديا. للاسف السوشيال ميديا بقت مليانه لغط ومعلهاش رقيب، والناس بتقول اي كلام ومحدش بيقول له انت بتقول ايه. فما تاخدش الكلام كده، خد الكلام من ناس سيرتيفايد، ناس معاها شهادات، ناس دارسه. اتاكد من الطبيب، زي ما بقول اتاكد من الطبيب دايما اللي انت رايح له، اتاكد من السنتر اللي انت رايح له ان هو كواليفايد وسيرتيفايد ودوكيومنتد. اتاكد من الحاجات دي كلها. لكن تسمع الكلام وتحس ان الكلام حلو فتقوم عامل وخلاص، مفيش الكلام ده. ما تعملش كده، لان الموضوع بقى فيه لغط، ومش في مصر بس، اللغط ده بقى موجود في العالم كله. فيعني يا جماعه ركزوا شويه، علشان يعني صحتكم مهمه جدا، وربنا دايما يحفظكم، وكل سنه وانتم طيبين.